السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة فوكسا تي في وكذلك صفحة فوكسا تي في على الفيسبوك، أتمنى أن تكونوا بصحة وتمام العافية. أولا وقبل البدء في شرحنا لهذا اليوم البسيط، أتمنى منكم الدعاء لشهدائنا المسلمين الذين قضوا خلال الزلزال الذي ضرب دولة تركيا ودولة سوريا. الله يرحمهم، الله يجعل مثواهم الجنة إن شاء الله. تعازينا الحارة لكل الدولتين ولكل متضرر من هذا الزلزال. أحبائي، نبدأ على بركة الله الطريقة. فهناك الإخوان يعني صراحة يقومون بإتلاف اليو اس بي أو غير متواجدة عندهم في المنزل، ويتعبون في ترتيب القنوات إلى آخره. فأنا سأقدم لهم الطريقة السهلة، وهي تمرير ملف قنوات جاهز من داخل سيرفر الشركة على الشكل التالي. نذهب إلى منيو، ثم نذهب إلى نتورك سيتينج، ثم نذهب مباشرة إلى دينت إبدايت، ثم نغير إلى داتا بيز بهذا الشكل. بعدها ستلاحظون داونلود the latest update for your channel list، ثم ستارت بالأحمر. بعدها سيقوم بتحميل ملف قنوات جاهز ومرتب من داخل سيرفر الشركة نحو الجهاز، وبهذا الشكل لن تعانوا من مسألة ترتيب وعمل مفضلات إلى آخره لأجهزتكم. إخواني، لا تقوموا بلبس الجهاز، اتركوه يعمل لوحده، سيقوم بعمل ريستارت بعد الانتهاء من عملية الترقية. فكما تلاحظون هناك يعني ربوت الجهاز لوحده، وبعدها ستلاحظون يعني وجود ملف قنوات بثلاث أقمار: نايلسات، أسترا، هوتبيرد أو نايلسات أسترا حسب يعني رغبتكم. هنا الساتيليت كما تلاحظون نايلسات، هوتبيرد، أسترا، ثلاث أقمار مرتبة ومنقحة. إخواني، أتمنى أن يروقكم الفيديو وتقوموا باللايك وكذلك عمل شير للقناة وكذلك صفحة الفيسبوك. إخواني، تابعوني على منصات التواصل الاجتماعي: تليجرام، فيسبوك، وكذلك اليوتيوب، وإن شاء الله انستغرام وتيك توك. إخواني، أتمنى منكم الدعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.